يا بابا سوريا يا ربي. بترجع سوريا ما بتقدر يا الله. على سوريا ما اشتغل من بحشي غير على سوريا ما بنرجع. قلتولي بتوصل بتلاقي لجنة أطباء عم تستناك، ولا قلتولي مترجمين عم يستنوك، قلتولي بيت عم يستناك. أنا جيت ما لقيت من هذا الشيء خالص. أنا ليش ما خليتوني بسوريا؟ يعني ليش طالعتوني؟ بس هذا اللي بدي أفهمه. أنتوا ضريتوني. يعني أنا ترى إذا بتنقطع إجرين أولادي ترى في رقبتكم، ها هيك بدكم تحسبوا حسابكم. أنت عم تقول لي اليوم جمعة، بكرة سبت هني عندهم، وبعد بكرة أحد، هدول اليومين عطلة. طيب انا ما ماني عم بعرف ايش بدي اشتغل هون. اولادي مسدودين على عربايات بسيارات الاسعاف من امبارح لهلا، وعم يتألموا وعم يصيحوا من خوف راسهم. اولادي رجعوا 200 درجه من امبارح لليوم. 200 درجه انا اولادي رجعوا. اولادي تبهدلوا من امبارح لليوم. انا ليش ما خليتوني في سوريا؟ انا نقلت اولادي على مشفى خاص. انا قلت لكم ما بدي. ليش هيك الحيتوا علي وطالعتوني؟ انا كنت حاطط اولادي في مشفى خاص وبدي اركض ورا اولادي. انتوا على اساس تخدموني ضريتوني، ما خدمتوني انتوا. انا امبارح نايم بالشارع واولادي نايمين بالعربيات على الاسعاف، وقال ما في تخت فاضي. عندهم هون تاري زلزال هن، وما عندهم فضا تخوت وما عندهم شيء جاهز. انا شلون هيك صار في؟ شلون هيك صار في؟ ماني عرفان.